السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض صينية رقاق بلبن بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. الرقاق بلبن من الحاجات الحلوة المميزة سواء في في عيد الأضحى، عشان طبعا بيبقى موجود متواجد عندنا الرقاق، أو في أي يوم عادي. بس هو عامة من الحلويات المصرية المفضلة عند الكل. هنعمله النهاردة برقاق طري بطريقة زي ما قلنا بسيطة جدا جدا. هنشوف المكونات مع بعض دلوقتي وهنعمله يعني تقريبا الوقت مش هيكمل معاكي 5 دقايق. دي كوباية لبن وكوباية سكر ومعلقتين سمنة بلدي ولفة رقاق اللي هو الرقاق الطري نص كيلو. مش هنحتاج اكتر من كده. يبقى لفة الرقاق الطري كوباية لبن وكوباية السكر. انا مش هحط كوباية السكر كلها اهو، حطيت سبت منها شوية، ومعلقتين سمنة ولفة الرقاق زي ما قلنا. هنزل بمعلقتين سمنة هنا. معلقتين السمنة دول يا جماعة مهمين جدا عشان هيخلوا الرقاق مورق ومورق من جوه وحلو قوي، هيعجبكم يعني. هنعد طبعا لفة الرقاق النص كيلو، هنشوفها كام رقاقة وهنقسمهم علشان خاطر انا هحط في النص شوية زبيب وجوز هند بس. انما لو مش هتحطي حشو يبقى ولا تعدي ولا تعملي ولا تتعبي نفسك. ودي صينية مدهونة فرشة سمنة بلدي، وتمسكي بقى الرقاقة كده اهو بالشكل ده، تبليها في اللبن وترصي بس، مش هتعملي اكتر من كده اهي. حتى لو اتقطعت منك مفيش اي مشكلة، عادي كملي ولا كأنك شايفة. هناخد واحدة كمان بليها كده، طبقيها عشان ايه، هي طبعا كبيرة على الطبق، بس هي كوباية لبن ما تكتريش عنها. كوباية لبن على النص كيلو رقاق هيديكي نتيجة ممتازة. اما تيجي بعد كده بعد ما يستوي تيجي تقطعيه، انت مش بتقطعي رقاق، بتقطعي فطير زي الفطير الجاهز اللي عند الفطاطري ده المسكر. رائع يا جماعة، احلى كمان منه مليون مرة. هناخد واحدة كمان. خلاص انا كملت نص الكمية. فرشة سمنة بقى بالشكل ده. انا ما حطيتش للتانيين فرش سمنة عشان خاطر زي ما قلنا احنا حاطين معلقتين سمنة حلوين، دول اللي مخلينه مورق. هرش بقى هنا شوية زبيب وشوية جوز هند. عندك مكسرات عايزة تحطي مفيش مشكلة، بس انا عن نفسي ما حطيتش مكسرات عشان عندي مش بيفضلوا المكسرات اما ينزل عليها حاجة. يعني المكسرات طبعا عشان ده بلبن، واللبن انا هسقيه بلبن بعد كده، فالمكسرات هتطرى. فهم ما بيفضلوهاش كده، بيفضلوها ان هي تبقى مقرمشة زي ما هي ومحتفظة بنفسها. فعشان كده هرش المكسرات على الوش بعد هو ما يشرب بقى اللبن بتاعه وكل حاجة. هرشها على الوش عشان تبقى مديهم نفس طعم التحميصة والطعم اللي هم بيفضلوه. انا حطيت بس زبيب وجوز هند، بحبه انا بالزبيب وجوز هند، بيبقى جميل قوي. وبعدين هكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما اخلص بقيه لفه الجلاش. دي الصينيه الكبيره دي يا جماعه خدت نص كيلو جلاش. اللفه دي بالظبط نص كيلو. بلي تاني وحطي بقى. في الاثناء دي انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 200، مولعاه من تحت بس، لان انا هسويه من تحت وبعدين اقلبه زي ما بعمل معاكم الرقاق الحادق عادي خالص. انا ما بحبش اشغل على الرقاق الفرن فوق وتحت، كده بيديني نتيجة احسن. هسوي تحت وبعدين اقلبه واقوم مسويه بقى الوش التاني. ما بفتحش خالص الشوايه على الرقاق، لان هي هتسويه من فوق بسرعة، وهتلاقيه معاكي مش مستوي كله يعني. انما كده بيستوي افضل، بيشرب اللبن بتاعه وبيشرب كل السوائل، بيبقى زي الفل. اكمل بقى بقية اللفة. اهو دي اخر واحدة. اتفضل اللبن ده مش هنفرط فيه، بالعكس هحط عليه بقية حبة السكر اللي فاضلين وادوبهم. وبعدين لما يستوي خالص الرقاق اول ما يخرج وهو سخن
يعني هسقيه بحبة اللبن دول، حبة اللبن الصغيرين دول، مش هنرمي حاجة، عشان بيديله طراوة بيديله برضه تست حلوة أوي. فرشة سمنة تاني على الوش، وحبة السمنة دول هسيبهم عشان لما اجي اقلب الصينية هحط تاني حبة سمنة زي ما هنشوف. اهو كده اهو، وادخل بقى على الفرن اهو. عملت الوش اللي من تحت ده، وهقلبها. وبقية السمنة دي بقى هحطها تاني، هحط تاني حبة سمنة من تحت عشان الوش اللي تحت يتحمر ويبقى بنفس اللون الحلو اللي احنا مطلعينه ده. هنزل بقى الرواق تاني في الصينية اهو. بصوا لونها جميل جميل، وهي بصراحة ربنا كانت تحفة. هحط برضو معلقة سمنة تاني على الوش كده، معلش السمنة كتيرة بس عشان ناخد تست حلو وناخد نتيجة كويسة. احنا مش بنعمل يعني الحاجات دي كل يوم يعني، طبعا الدسامة كتير، بس مش كل يوم هنعمل صينية رقاق حلو يعني. يا اما تتعمل مظبوطة يا اما بلاش من عمايلها اصلا. ادخلها بقى دي يستوي الوش التاني اهو. خرجتها بقى اهو. الوش ده احمر شوية، عشان لما على ما التاني اتعمل كان ده احمر شوية، مع اني ما كنتش مولعة الشواية. واديني سقيت بقى حبة اللبن اللي فاضلين على الوش. بصوا شربوا في ساعتها. وحطيته بقى، حطي بقى في طبق تقديم. حطي بقى على الوش حاجة، ما تحطيش، هي مش محتاجة على فكرة يعني. هي بالشكل ده هي ما كانتش محتاجة اي حاجة، بس انا قلت بس آه نحط اي حاجة كده تدي شكل. ده بندق مطحون كان عندي، كنت يعني منعمه شوية، رشيته بقى بالشكل ده. وكان بندق او لوز او عين جمل المتاح عندك. وبقت بالشكل ده، شكلها جميل قوي، طعمها كمان حلو حلو، طعمها يعني احلى مليون مرة من الشكل. هقطع معاكم دلوقتي حتة ونشوف بقى. شوفي قد ايه مورقة وجميلة جدا. ده شكلها النهائي، جميلة جدا. هجيب بقى طبق ونقطع بقى قطع كده عشان نشوفها. انا بوريها لكم من جميع الجهات اهي، جميلة وطرية من جوه، مقرمشة من بره، مورقة بصراحة يعني ممتازة. النتيجة بتاعتها ممتازة، لو اتبعتي الطريقة دي هتاخدي احلى صينية رقاق بلبن. هنقطع بقى قطعة عشان نشوف الشكل من جوه كمان عامل ازاي، وقد ايه هي مورقة اهي. بصي الشكل اهي، مش سميكة وفي نفس الوقت حلوة ومورقة جميلة. جربي الرقاق بلبن بطريقتي وبنفس الخطوات دي، هيعجبكم جدا وهتكرروه تاني. الولاد هيحبوه. بالليل مش لاقيه حاجه تعمليها حاجه حلوه، ما فيش يعني مش مطلوب منك الا هو شويه لبن، كوبايه لبن وشويه سكر ولفه الرقاق. وينفع برضو يتعمل بالرقاق الناشف، بيبقى حلو جدا. وفي نفس الوقت بيدي نتيجه ممتازه. جربي الرقاق بلبن بطريقتي. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.